السلام عليكم حباب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت معكم هذا البريوش او هذا القرص ما شاء الله تيجوا غزالين وبطبيعه الحال مع البساطه مع جنات، شي حاجه بسيطه وشي حاجه سهله. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، وعندي واحد معلقه ديال الملحه، وعندي واحد 2 معالق ديال السكر، 2 معالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره، وعندي هنا واحد الخماره حمراء، وعندي واحد الفاني، وهنايا عندي واحد ما غاديش ندير هاد البيضه كامله، غادي ندير غير هاد ابيض البيض، والصفر غادي نحتفظ به. كما تتشوفوا هاد العجين هذا راه تيجي رائع. هنايا غادي نضيفوا هاد الاضافه، هاد السر هذا باش دغيا العجين يطلق معنا والخميره تتفاعل معنا. هنايا غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل العادي اللي تيكون عندنا، الخل العادي اللي عندك الابيض ديريه اللي متوفر. هنايا واحد المعلقه كبيره ديال النافع. وهنايا غادي نجمع العجين ديالي بالماء دافي، حنت الحال شويه دابا بدا تيبرد. صافي هنا غادي نسرع الفيديو باش دغيا ندوز العجين. بطبيعه الحال العجين غادي غير نلمو العجين ديالنا، ما غاديش نبقاو ندلكو فيه، غير نلموه وداك العجين يندمج مع بعضياته، ما يبقاوش فيه دوك التكتلات ديال الدقيق. صافي هنايا كما تشوفوا العجين ديالي هنا صافي راني وجدته، حديته غير لميته مزيان ودهنته بشويه ديال الزيت، وغنديروه في بلاستيكه وغادي نخليه على جنب يرتاح. هنا غادي نشد واحد الكاسرونه، غنحتاج واحد الكريمه. هاد الكريمه هذه ساهله، يعني ما نحتاجوش كريم باتيسيه. غندير غير واحد المعلقه كبيره ديال النشا ومعلقه كبيره ديال السكر، ديال السكر سنيده. وهنا غنزيد واحد الساشي ديال الفاني ديال السكر، عفوا ديال الساشي ديال الفاني. وغادي نزيد واحد الكاس ونص ديال الحليب. بغيتو ديروا غير كاس ديال الحليب، بغيتو ديروا داك النصف زيدوه ماء اللي متوفر عندكم. المهم غادي نحتاج غير في هاد الكريمه هذه اللي درت غير معلقه ديال النشا تكون كبيره، باش القوام ديال النشا يجينا على هاد الشكل هذا، ما يبيناش يجينا خاطر بزاف يكون قاصح، بيناه يجي كريمي. صافي غنديرو هنا في هاد البواطه وغادي نغطيه، غادي ندير ليه قاغيط، ندير ليه عفوا واحد بلاستيك من فوقه على الوجه ديالو. صافي وغادي ندخلو للثلاجه يبرد حتى ياخد يولي بارد وياخد درجات الحراره ديال المطبخ. المهم يكون بارد منين نكونوا نخدموا به، ما يكونش سخون. صافي هنايا ودزت مباشره، دزت العجين، حيدت منه هذاك الهواء. العجين هنايا راه اختمر، وغادي نديرو عاوتاني غادي كما تشوفوا غادي عاودتو غير ديتو جدو، حيدت منه هذاك الهواء ديال الخميره، وغنديروه في بلاستيكه وغادي نخليه واحد ربع ساعه على ما وجد الطاوه وعلى ما وجدت نشعل الفران. صافي وغادي ندوز مباشره نخدم به. كما قلت لكم هنا راه خليته واحد ربع ساعه. صافي هنايا غادي ندوز نقطع في العجين ديالي. كما تشوفوا هذا العجين هذا راه ما محتاج لا دلك لا والو. شوفوا ما شاء الله، يعني راه ولا كله فقاعات، كله راني بحال راه دالكاه. انا غير خطره وحده حيدت منه داك الهواء ديال الخميره، عاوتاني رديته في البلاستيكه وخليته يرتاح. صافي هذا هو السر ديال هاد القرص هذا. راه تيجيو واحد القرص رائعين زوينين بزاف. من بعد ما تنقطعوهم تنديروهم على قياس واحد كما تشوفوا معايا. هنا تنجيب واحد الطاوه تندهنها بشويه ديال الزيت، ولا عندكم داك قاغيط الزبده فرشوه للطاوه، لكم الاختيار. المهم غادي نجيب واحد مني غادي نحطهم في الطاوه، غادي نقرصهم كما شفتوا. راني قرصتهم، ما خليتهمش غلاض، بيتهم شويه يجوني ارقاق، ما يجونيش غلاض. غادي نجيب الموس يكون ماضي او قطعه ديال البيتزا اللي عندكم متوفر. صافي وغادي نقطع على هذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا. طريقه سهله وعمليه، يعني راه شي حاجه بسيطه جدا. الموس ضروري يكون ماضي. وهنايا غادي نقطع على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. والتزيين لكم الاختيار، بغيتو تزينوا كما بغيتو زينوهم. هادو تيجوا بحال هكا، تيجوا ملي تيطيبوا تيجوا واحد عاطين واحد المنظر زوين، واحد محمرين، واحد التحميره غزاله ما شاء الله. وهاد النافع اللي درناه في العجين راه تيجي بنين وعاطي واحد اللذه غزاله في هاد العجين هذا. هنا تنجيب هذاك الصفر بيضه اللي خليت معكم في الاول، وغادي نزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال الخل،
وغادي نخلطو مزيان مزيان باش ما يبقاش لينا هذاك الزفوريه ديال البيض في في هذا الكرت هذا. ضروري ما نزيدوهم شويه الخل. صافي وهنايا غادي نجيب هذيك الكريمه غنخلطها مزيان، بعد ما بردات غنديرها في بلاستيكه وغادي نديرها على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا. هذوك الاشرطه اللي درنا بالموس غادي نسدوهم بهاد الكريمه هذه كما تتشوفوا معايا. راه الطريقه سهله وبسيطه جدا. واللي وصل معايا حتى لهنايا ما ينسانيش واحد الجيم الفيديو. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم بزاف بزاف. هنايا غادي نبقى مستمره كما تتشوفوا. دابا اختي ملي تتفرجي فيا الله يسهل عليك عافاك لما تنسيش هذاك الجيم ديريه ليا، راه ما خاسره والو. صافي هنايا غادي نبقى مستمره حتى نكمل هاد الكريمه هذه، نكمل هذوك الاشرطه كامله. وهنايا راني شعلت الفران. يعني الطريقه سهله وبسيطه جدا، وبصراحه تيجو شي حاجه زوينه بزاف وعاطيه للمنظر ولا المذاق. هنا تنجيب واحد شويه ديال الجنجلان. هنايا لكم الاختيار، بيتو الجنجلان، بيتو كاوكاو، بيتو اللوز محمر، افيلي اللي عندكم متوفر تزينوا به، او حبوب الخشخاش حتى هما تيجوا زوينين. صافي هنايا راني تنزين بالجنجلان اللي كان عندي متوفر. صافي وغادي نزينهم كاملين ومباشره ندخلهم الفران. هاد البريوش او هاد الكروس راه تيجوا صراحه زوينين بزاف ودغيا وجدوا معكم، يعني راه ما تيهزوا لا وقت لا والو. صافي هنايا من بعد غادي ندخلتهم الفران بعد ما طابوا الفوق. طابوا الفوق تحمروا، عاد هبطهم يتحمروا من على الوجه ديالهم كما تتشوفوا. شوفوا راه طايبين ما شاء الله، جاو رائعين. وانا راه عندي غير الفران ديال الغاز، يعني ماشي الفران ديال الضو. شوفوا ما شاء الله التحميره اللي جات فيهم رائعه. وشوفوا هذيك الكريمه كيفاش تجي، الحلاوه معتدله، كل شيء هو هذاك ما شاء الله. تيجوا زوينين بزاف هاد القرص. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وشكرا لكم بزاف بزاف. واللي وصل معايا هنايا حليت معكم وحده باش تشوفوا القوام ديالها. راه ما شاء الله ما شاء الله رطبين وغزالين. جربوهم ما غاديش تندموا عليهم الا جربتوهم. وشكرا لكم بزاف والى اللقاء الفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.